العيد فرحة، العيد لمة، العيد بهجة. فان انتي تقعدي كده قبل العيد بيومين تحضري الكحك والبيتيفور والبسكوت، بجد ليها فرحة تانية خالص. كفاية فرحة اللمة مع الأحباب مع الأولاد واحنا بنعمل البسكوت والكحك. هعمل معاكم النهاردة البسكوت بمقادير مظبوطة جدا، هيبقى ناجح معاكي من أول مرة إن شاء الله. من نص كيلو من الدقيق عملت حوالي 70 قطعة من البسكوت. بسكوت هش ومظبوط جدا، واللون خطير، يعني نفس اللون اللي تحت هو نفس اللون اللي فوق. بجد حاجة كده خطيرة. بسكوت ان شاء الله بمكونات هتعتمديها، مش هتعملي البسكوت بعد كده غير بالطريقة دي. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. معايا 500 جرام من الدقيق يعني نص كيلو، 175 جرام من السكر البودر او السكر الناعم. هسيب لكم المقادير بالكوبايات وبالجرامات في صندوق الوصف. 2 معلقة كبيرة من كاستر الفانيليا، ممكن نستبدلهم بالنشا، الكاستر بيدي لون وطعم حلو قوي للبسكوت. معلقة صغيرة بيكنج باودر، فانيليا، رشة بسيطة من الملح، 300 جرام من الزبدة والسمنة وبيكونوا لسه خارجين من التلاجة حالا. وممكن تزودي السمنة، يعني تخليها 150 جرام و150 جرام زبدة، وممكن تخليها كلها زبدة أو كلها سمنة زي ما تحبي. 60 ملي من الحليب، حوالي ربع كوب، ومعلقة. 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ويكون البيض كبير. لو حاسة ان البيض صغير ممكن تستخدمي 3 بيضات. في بولة هنزل بحوالي 200 جرام من الزبدة و100 جرام من السمنة، وزي ما قلت لكم بيبقوا لسه خارجين من التلاجة حالا. بالمضرب اليدوي او الكهربائي هتديهم ضربة كده حوالي نص دقيقة. هنزل عليهم ب175 جرام من السكر البودر، ويفضل ان انتي تنخليهم الاول عشان ما يكونش فيه تكتلات. هتضربيهم بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام يكون معاكي كريمي وتلاقيه بدأ اللون يفتح معاكي. وانتي شغاله هاتي الجوانب الاسباتولا بالشكل ده عشان كله يتضرب معاكي. اول ما يوصل معاكي للقوام الكريمي واللون الفاتح ده هتبتدي تنزلي ببقيه المكونات. هنزل بالبيض بس مش هننزل بيه مره واحده، هننزل ببيضه الاول ونستنى نضربها مع بقيه المكونات لحد ما تختفي تماما، وبعد كده ننزل بالبيضه التانية. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، لو نزلتي بالبيض لسه مخرجاه من التلاجة هتلاقي الزبدة تكتلت معاكي والقوام الكريمي ده هيبوظ منك خالص. وهنا نزلت بالبيضة التانية، يبقى انا نزلت باتنين بيضة، نزلت بواحدة الاول وضربتها الاول مع المكونات، واول ما اختفت معايا خالص هنزل بالبيضة التانية. بعتذر لو بعيد المعلومة اكتر من مرة، بس في حاجات لازم بحب اعيدها اكتر من مرة لان دي حاجة مهمة جدا بتفرق معاكي عشان البسكوت يطلع ناجح. بالسباتولا بلم كل اللي على الجوانب، وبعد كده هنزل ببقية المكونات. هنزل بحوالي معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. يفضل ان انتي تستخدمي فانيليا سايلة مع البسكوت والكحك والبيتيفور، بصراحة بتدي نكهة حلوة قوي اكتر من الفانيليا البودر، بس المتاح عندك استخدميه. ونزلت عليهم ب60 ملي من الحليب، وعليهم 2 معلقة كبيرة من كاستر الفانيليا، ممكن نستبدلهم بالنشا. هخفق المكونات كلها كويس جدا بالمضرب الكهربائي، وزي ما قلت لك ممكن تستخدمي مضرب يدوي، يعني اهالينا زمان كانوا بيعملوا احلى بسكوت وما كانش فيه مضرب كهربائي، بس بصراحة كسل يعني. ما دام الحاجة موجودة فالواحد بيعتمد عليها. بعد كده هنزل بحوالي 500 جرام من الدقيق يعني نص كيلو، وطبعا لازم ننخله كويس جدا. ونزلت على الدقيق بمعلقه صغيره بيكنج باودر، رشه من الملح يعني طرف المعلقه. خطوات بسيطه جدا، يعني نخل الدقيق ونخل السكر رغم ان هي حاجات بسيطه بس ما ينفعش نهملها لانها بتفرق جدا في شكل وقوام البسكوت. بعد كده بايدك هتلمي المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، احنا مش بنعجن، مجرد ان الدقيق يختفي معانا تماما ويبقى معاكي بالشكل ده. شايفين القوام عامل ازاي؟ لو لقيتوا القوام متماسك اكتر من كده ممكن تنزلي بمعلقه او معلقتين من الحليب، لان هيختلف الموضوع ده من دقيق لدقيق. هتغطيه كويس وتسيبيه في التلاجة حوالي 10 دقايق لحد ما تحضري الصواني وتولعي الفرن، هيكون اخد وقته في التلاجة. هنبتدي نجهز الصواني والصاج. همسح اطرافه بالزيت بالشكل ده عشان الورقه تثبت معايا وما تتحركش معايا وانا بشتغل. وعايزه اقولك ان انتي ممكن ما تستخدميش ورق زبده خالص، البسكوت بيبقى مش محتاج، يعني انا مش هستخدم ورق الزبده غير في الصاج ده بس. هستخدم في تشكيل البسكوت اكياس الحلواني والتب اللي هو الشكل ده. بناء على حجم التب اللي انت بتستخدميه طبعا هو اللي هيتحكم في حجم البسكوته، يعني الحجم ده بالنسبه لي كويس. الموضوع سهل خالص ومش هياخد معاكي وقت ان شاء الله. هتضغطي بالشكل ده وحاولي الكيس يكون مليان كويس عشان لو لقيتي فراغات في البسكوت تعرفي ان الكيس جواه هوا. وحاولي البسكوت يكون معاكي كله بحجم واحد. والبسكوته اللي شكلها ما عجبكيش شيليها وحطيها تاني للعجين وارجعي شكليها من اول وجديد. عايزه اقولك ضغطتك في الكيس وانت بتضغطي عليه عشان تنزلي البسكوت بيفرق جدا في حجم البسكوته، يعني لو ضغطتي جامد ممكن الحجم يطلع معاكي تخين. فالبسكوت يعني يفضل ان هو ما يبقاش سميك قوي، يفضل يكون حجمه وسط. بالسكينه بتحاولي تظبطي بقى الاطراف او الاشكال اللي بيبقى بالشكل ده مش عاجباكي. وعملت صاج تاني من غير ما استخدم ورق زبده. بقيت الكميه كلها زي ما قلت لكم هعملها من غير ما استخدم ورق زبده، وبناء على طلب ياسمين بنتي حابه ان انا اعمل لها بسكوت على شكل ورده، فباخد البسكوت وبكوره بالشكل ده ويحاول يكون الكور كلها في حجم واحد.
هستخدم بصامة البسكوت اللي على شكل وردة، بس الاول بتمسحيها بدقيق عشان العجينة ما تلزقش في البصامة. كنت استخدمتها معاكم قبل كده في بسكوت العشر دقايق، هسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف، لان بسكوت العشر دقايق برضو حلو جدا ولذيذ، ينفع تعمليه في العيد ومش هياخد معاكي وقت. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، بتكوني فاتحة فرن وشواية، ما بياخدش معاكي ربع ساعة وبيكون اتعمل. بيختلف تسوية البسكوت حسب سمك البسكوت، كل ما البسكوت يكون رقيق او رفيع طبعا مش هياخد معاكي وقت خالص. طب لو الفرن عندك شغال فرن بس من غير شوايه، بتفتحي فرن ولما بتلاقيه اخد لون من تحت بتفتحي عليه الشوايه، واول ما البسكوت بيخرج ما تفكريش تلمسيه خالص لانه بيفضل لسه طري، بتسيبيه لحد ما يبرد تماما وتقدري تحركيه من مكانه. شايفين لون البسكوت؟ اللون طالع مظبوط جدا، نفس اللون اللي تحت هو نفس اللون اللي فوق. بسكوت مش هياخد معاكي وقت خالص، وحبيت اعمله لكم نص كيلو من الدقيق بس عشان تعرفوا ان نص كيلو من الدقيق عمل كميه كبيره من البسكوت. البسكوت طالع مظبوط جدا لان المقادير فعلا مظبوطه. انا ما بعملش البسكوت غير بالطريقه دي، لو تلاحظوا في الفيديوهات التانية اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، ان انا نفس الطريقه اللي بعمل بيها كل مره البسكوت، بس بضيف مثلا طعم الشوكولاته، بضيف النشادر، بضيف البرتقال بس، لكن الطريقه واحده. شايفين البسكوت عامل ازاي؟ البسكوت هش، وعايزه اقول لكم البسكوته ماسكه نفسها وفي نفس الوقت فيها نعوميه بسيطه خالص، ومش البسكوت اللي اول ما تحطيه في الشاي كده يدوب منك على طول، لا البسكوته ماسكه نفسها. اسمعوا كده صوته خطير. يلا جربوا واعزموا على الجيران والحبايب، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم، وانتظروا مني وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.